في الشق الآخر من أخبار هالبلد، هناك كان في العديد من التصريحات حول تكدس في عدد القضايا في داخل المحاكم الفلسطينية. اليوم حنتحدث عن هذا الموضوع وواقع القضاء الفلسطيني فعليا، واقع المحاكم. حنتحدث ليش عم بيصير تكدس في داخل هذه القضايا في محاكمنا. اليوم حنكون مع المحامية دكتور زينب السلفيتي مباشرة. خلينا نروح لإلها. دكتور، بداية صباح الخير، كيفك لهذا اليوم؟ ألو. السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك. شهد رمضان مبارك على جميع المستمعين الكرام، وعلى حضرتك وعلى الإذاعة الكريمة يا ستي، وعلى الناس المتقاضين إن شاء الله تصل إلى حقوقها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كتير سمعنا بالفترة الأخيرة عن بعض المشاكل، عن بعض الأزمات يمكن اللي بيواجهها القضاء أو المحاكم الفلسطينية. خلينا نقول يعني بهالصباح قولوا لنا كيف واقع هالمحاكم. هلا يا سيد يا أختي الفاضلة، إحنا بدنا نحكي يعني بوضوح إنه في معيقات أمام إجراءات التقاضي بالنسبة للمواطن الفلسطيني. أول هذه الإعاقات كانت نظام رسوم المحاكم المرتفعة. نظام رسوم المحاكم المرتفعة فرض مبالغ تصل إلى آلاف الدنانير، وهذا يعيق من عدد القضايا الواردة للناس. يعني أنا صاحبة الحق بدل ما أروح للمحكمة في قرار صدر من مجلس الوزراء إنه قال أنا بعدل قانون الرسوم، وهو لا يملك أن يعدله، وصارت القضية مثلا 1000 دينار صارت 5000 و10000 دينار. طب أنت إنك تفوت المحكمة الأصل مجانية التقاضي. مثلا وارد القضايا من 1000 قضية في إحدى مثلا في إحدى الشهور، مثلا تفصل في السنة الكاملة مثلا في إحدى المدن صار 300 قضية في السنة، بمعنى لا يوجد تكدس قضايا كما يزعم إنه موجود. بمعنى أن الناس لا تقدر تفوت على المحاكم، هذا من جهة. وكان على نقابة المحامين، وكان على مجلس القضاء، وكان على مجلس الوزراء، وعلى الناس، والناس احتجت، كان عليهم أن ترفض هذا النظام اللي هو رحل من الإنسان من أن يدخل المحكمة ويتقاضى في المحكمة. أنت بتفوتي بتدفعي. طب أنا سؤالي، رفع قضية 100,000 دينار، أنا حصلت 100,000 دينار، حكيت عليه أصله النائب بهذا الكلام. هي طريقة لجباية أموال الناس. في 7 قرارات بقانون ستمر حديثا متعلقة بحق الناس، وأرجو أن يتم الاستماع إليها. قرار بقانون الضمان الاجتماعي بنسخة أسوأ من النسخ السابقة التي تسحق حقوق الناس أصلا، اللي تحققها تسحق. قرار بقانون تأمين يسحق حقوق مصابين الطرق. قرار بقانون أيضا إجراءات جزائية يتعلق بيعمل التمديد التوقيف الكترونيا والاستئناف تدقيقا وغيره، بمعنى لا يوجد ضمانات عادلة للمتهم، إضافة لأشياء أخرى كثيرة وخطيرة. قرار بقانون العقوبات، وقرار بقانون العقوبات بيشتمل على ايش؟ على الغاء تجريم الزنا، الغاء تجريم الارهاب، يشتمل على ما تشتمل عليه ايش؟ ما تريده الدول المانحه. قرار بقانون خليني اكمل يا ستي، حكيت التامين والضرائب، في قانون متعلق بالضرائب، وسبق ممرر قانون الضريبه في شهر 12 وسيصبح نافذ بشهر 6، وسبق ان مرر قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومن اخطر القوانين هو، وذكر ما فتق قانون الاستقرار بقانون التنفيذ. هذول سيطبقوا ب 31/3 في نهاية شهر رمضان. هذول حيكونوا ساريات. انت ما معك خبر، انا بوضح لك سيدتي، اريد ان اوضح لانه الكلام كثير. معيقات التقاضي ان انت بتفرض على الناس رسوم جدائية والناس معناش، انت بتفرض على الناس قانون ضرائب والناس معناش، بتفرض قوانين على ماذا تقدم هذه الضرائب، ما هي الخدمات الممنوحة، الاصل لا ضريبة ولا رسم الا قانون. نقطة ثانية من معيقات التقاضي اني انا محكمة استئناف نابلس هي في مع احترامي لبلدنا الحبيبة سلفية بتقطع 3 ساعات 10 سهر وترجعي. اسمها محكمة استئناف. هل تعرف المحاكم أن توفر مبنى إن أنت لمناطق شمال الضفة لا اسمها محكمة الاستئناف تطلع محكمة ثانية؟ يمكن أن يكون في مبنى في بداية نابلس ما أنت بتجيبوا ما شاء الله من الأموال اللي بتفوت على المحاكم. نقطة ثانية من معيقات التقاضي التنفيذ الإلكتروني، اللي أنت بصوت الطلب. طب إن حذف الطلب الأصل أن يكون ورقيا. بالنسبة أيضا الميزان الإلكتروني، كل الدول عندها سجل ورقي وسجل إلكتروني. طب افرض فيروس تهكر، هذا بيؤدي إلى أنه تهكر النظام، تلغى جميع السجلات. طب اللي في خلل هون وخلل هون كيف بدك تحاسبه؟ ما فيش محاسبة. هذه نقطة خطيرة. سيدتي اسمحي لي، الكلام جدا جدا مهم. يعني مثلا أنا أريد أن أتكلم عن إنه لو سمحتي مثلا أصول المحاكمات المدنية وأنا أطلع عليه. أصول المحاكمات النسخة التي صدرت في العدد الممتاز 31/11/2024 وساري بعد 90 يوما، عدي لي 90 يوم، يعني 30/3 أو 31/3 نعدهم. هلا هون تتكلم عن انتقاص من ضمانات للناس. كيف تنتقص الضمانات؟ اسمحي لي أحكي. لما بنص على تبليغ إلكتروني في دولة محاصرة مجتاحة،
يقول لك انا تبليغ عنوان الحقيقه وبدك تنزل خلال 24 ساعه تجاوبي او 7 ايام او غيره. طب انا بلد مشتاحه زي تونكل زي جنين زي طوباس، هل انا كيف بدي ابلغهم؟ سؤالي هل حاله محكمه مغلقه لها فتره في طوباس في جنين وفي الكرم، مدد التقاضي الاصل انتم توقفوا مدد التقاضي، ما تم اصدار ذلك لا عن مجلس لا عن دوله الرئيس ولا عن غيره. يعني انا مدد التقاضي يعني انا مساعده حادث مدة بتنتهي في فترة هاي الحصار. طب إذا ما مدة المدة شو بصير؟ بتروح الحادث علي، بتروح القضية علي، بتروح الأرض علي، الأصل تعطي مدد، تقول أنا بوقف المدد يوم الكورونا وقفت المدد، يعني إنه معك مدة على أساس تبدأ من تاريخ انتهاء الحالة القاهرة أو الضرورة، كلها الاجتياح ويوم بكذا بدمروا يعني اللي هم قوات الاحتلال. هلا انا بدي اقول انه انت انا اسمح لي احكي بعض النقاط يا ستي، لانه الامر جدا عظيم، امر جدا عظيم على حقوق الناس. انت بعد لم تصدق رساله، انت عليك قضيه وصفت او موضوع بيحاكموك، هل منطقه لك اول الناس اللي بتقتل؟ انت بس بدك تقول بس القضايا وتوصلها غلط كمان. لما انا سؤالي بيكون عندك انت قضيه شفعه، قضيه ارث، ازاله شيوع، قضيه بكذا، بتقول القاضي ينظرها لاستئناف تدقيقا، يعني بيكون اول لم يوصل من الخطا الا المرسلين الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش داعي انت تقول لي واحد تفصلها وقاضي استئناف بدققها. شو درجات التقاضي؟ كان 9 قضاة صاروا بس قاضيين، بنحكي 3. يعني بدك تحكي استاذتي، بدك تحكي، انا اسفه على المقاطعه، ولكن انه جزء من سبب يعني هذه القضايا العالقه حتى هذه اللحظات جزء منها هي الرسوم، الجزء الاخر هاي القضايا العالقه. اسمحي لي نقطه، انت عين عدد من القضايا، لما القاضي بيفصل 50 60 ملف، محكمة ما كم قاضي فيها، عين قضاة جدد، عين محضرين، بدل ما انت بدك تعملي نظام تبليغ الكتروني وتعطينا من نظام رئاسة القانون، نظام يصدر السلطة القضائية المفروض سلطة مستقلة عن مجلس وزراء، تدخل سلطات، الاصل سلطة تشريعية تنفيذية قضائية، لا تمارس اي سلطة دون سلطة اخرى. هذه السلطة هي بتطلع قوانين، وين التشريع؟ مش تشريع، وين القضاء؟ مش قضاء، في تنفيذ بس. كل قوانين جبائية، يعني بدهم يعطوا لك على رسل على فلوس تدفع على التبليغ. طب شو الهدف يعني هل الهدف هو جباية اموال من الناس. طب ما هو بالاخر الناس مش حتلجأ للقانون بهالحالة، يعني مش حتتابع قضاياها. لا الطرف الطائفي اللي زيك الناس الغلابة هاي المعترة اللي بتروح المحاكم، المطلوب تروحي، المطلوب انا مثلا في من الناس متنفذ بدي ياخذ منك قطعة ارض عقار، يبلغوك SMS بياخذوها منك بحكم قضائي عنوانا من الحقيقة، وتيوم اصبحت الحق ما لكيش حق، هيبلغناك الكتروني، وانت لا تبلغ رسالة شفتيها ولا وصلت لك. وبرضه في وقت يعني في مثلا انا مقيمة مثلا خارج البلاد في منهاتن، في بروكلاند، في دالاس، في فنزويلا، يقول لك احنا بنبلغك على جوالك، طب انا بتقطع من اوصلك قد ايه بدي، وبتعرف جوالي كمان بفنزويلا كمان. هلا في نقطة انه الرسالة الخاصية القصيرة بنصدره، وبدنا نعمل شركات خاصة للتبليغ وفق نظام القانون الشرائي الان، يعني هاي ناس بتبقى لها شركات لوجستية تقبض فلوس ومني ما حساب متقاضين على غيره. يعني في نقطة ثانية اسمحي لي اكمل لك ستي. هلا في نقطة ثانية ان انت حرمتني انا، اذا انا مدعى علي وتبلغت بالSMS تاعتك هاي، حرمتني اقدم لي احد ليه تحرمني؟ النص السابق بقول لك ممنوع تحرمني، هل بحرمك بشيء تمشي اليمين، معناته انا كمدعى علي كنت ضعيف، طب انا مدعية رحت اقدم بيناتي، بقول لك ممنوع البينات اللي كانوا معك يوم رفعت، انا بيناتي تحت يد الغير مش مكتملة لدي، تحرمني منها؟ بيحرمني منها، طب شو معناته؟ طيب. يقوموا برد قضايا الناس بدعوى عدم الإثبات. طيب أخيرا ستي، أخيرا مقابل كل هذه الصعوبات، ومقابل كل هذه العوارض، ومقابل كل هذه المعيقات اللي انوضعت قدام المواطن لحتى أنه يتمم قضاياه ويستمر فيها، شو التخوفات أنت كمحامية من القادم ما بعد كل هذه الإجراءات؟ يعني كيف هذا الشيء فعليا ممكن أنه ينعكس على حياتنا الناس فيما بعد؟ يا ستي القادم برضه مظلم للغاية، القادم انه انت صاحبة حق تلتجئ الى القضاء ما بتاخذي حقك. الناس تبدا مثل تراكم القضايا، عين قضاء بيجيك داعم مادي، عين قضاء بيجيك قديش بتروح تدخل على السلطة القضائية من اموال، من الرسوم اللي بتاخذ من الناس، عين قضاء والقضاء يكونوا مستقلين، مش بموجب قرار بقانون السلطة القضائية اللي اصدرتوه والقاضي بيبقى مش مهدد تركزه، مش بموجب قرار تشكيل المحاكم، بدل ما خلت المحكمة 5 قضاة خلتها 3، او بخلت بدل ما القاضي هي استئناف 3 خلتهم 2، وتدقيقا يعني ليس تدقيقا يعني ما بيطلعوا
ما بتناقشي انت 5 ورق وبرفضه. ثانيا من ضمن المعيقات الانتقاد يا ستي قرارات قانون المحاكم الاداريه اللي انت في اي شيء لها هي سيف مسلط على رقاب الناس. طب ليه؟ لانه القرار صدر قرار بقانون، بس كيف المحكمه ما بطبيعتها مع احترامنا لها انه هي بالقضايا الدوله تميل الى ايش؟ لا نتركها اللي ضد الحكومه او ضد غيره. انا اتكلم بالعمق، انا بدي قاضي بفضل يعطيني قرارات. في بعض القضاة والمتهم لو سمحتي على تمديد توقيف المتهم، على اطلاق سبيل المتهم، كان قبل ما يعملوا تعديل يجيبوا المتهم يشوف القاضي حالته انا تحت التعذيب انا حاليا يقول لك لا تمديد التوقيف لما يحضر المتهم او بموجب قرار وبيكون الشخص امامه بحالته وبعد يشوف القاضي. طب انا وين ضمانات محاكمه عادله؟ وين انا لو رئيس يجب ان يكون مرافعه؟ يعني ايش بتجيب المتهم ومحامي بيترافع ببتة ممكن يخلي سبيله بنفس اليوم يكونوا جايبينه موقف 20 يوم 30 يوم، لكن انا في ضمانات محاكمه انا ما بجيبها. بكره تخيل التوقيف اللي بحكي لك اياه اسمحي بس اكمل. تبليغ الكتروني لمتهم في 30 ثانيه لو سمحتي. يوصل تبليغ الكتروني على متهم بقضيه 15 سنه حكمها ولا جنايه وليش بلغناك الكتروني وناخذ هذا الشخص لما يتبلغ ولا يتصل حد بالسلطات اللي عند السلطات اللي بتنفذ القانون بالسجن مثلا ولا بلغناك الكتروني. شو غيابي سيدتي؟ انا بناشد كل صاحب ضمير حي من خلال اذاعتك بناشدهم امانه بالله. الاعمال الصالحه في رمضان تتضاعف لكن حقوق الناس تجعل تحت الاقدام. تضاعف من خلال مين؟ من خلال انه والله هو القرار صادر وهون الامر لم يصدر قرار واحد حتى الان لمصلحه المواطن الفلسطيني. انا كمواطن بدي اروح اتقاضى بالحق اشعر بالامان بالقرار اللي بيصدر بحقي، من حقي انا مظاهر العداله، زيد عدد القضاة، حسن اوضاع المحاكم. المحاكم لا يوجد مكان تصلي فيه لا رجل ولا امراه. في بعض المحاكم لا يوجد اشياء اخرى. انا اتكلم يا اختي لا يوجد مقومات اساسيه. التنفيذ بدأ التنفيذ الكترونيه بتطيق الناس بتقول بفتح يوم كذا وبفكر يوم كذا لماذا على الغيث انت حق الناس بانها تفوت. انا التنفيذ وعلى ان انا انزل شخصي يعني مباشره، مش انت بدك انت تريح الوقت اللي عندك، مش بهذه الطريقه، ليست هكذا وليست هكذا تحكم الدول. شكرا. يعني لو سمحتي كلمه اخيره، القضاء الامريكي الغى قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بازاله الغاه. القرار الامريكي اوقف ترحيل طالب فلسطيني. القضاء هو اساس انه يجعل دولتك في مقدمه الدول. القضاء العادل اللي احنا بنناشد طبعا ونعمل ذلك وكل الاحترام للقضاء ولرئاسه الدوله ورئاسه الوزراء والاحترام يعني نحن فعليا بنحكي لانه احنا بدنا هذا القضاء يكون افضل قضاء واكثر عداله، ولانه احنا بدنا مؤسساتنا تكون دائما بخير. يعني هو الانتقاد من اجل التعديل ومن اجل التصحيح. شكرا ستنا المحاميه دكتور زينب السلفيتي. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.